السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعين ومشاهدين قناة محمد الدهشان. فيديو جديد وحصري على قناتي. بتمنى في البداية نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري، وصلوا على النبي كده في البداية، قولوا عليه الصلاة والسلام، عشان حلقتنا حلقة نارية. حلقتنا حلقة نارية اللي بتقدمه قناة نادي الزمالك، مالها ومال الكورة. يعني قناة نادي الزمالك بقت بتروح في سكك تانية خالص بعيد عن الكورة خالص. يعني رئيس نادي الزمالك طلع امبارح على قناة نادي الزمالك، طلع اتهم ناس كبيره في الدوله اتهامات خطيره جدا، وان طبعا انتخاباته اتزورت، وان هو مجلس النواب كان المفروض يكسب ولكن هو خسر بالتزوير، وبدا يدخل سكك كلها ببعضها، بدات الدنيا تخش كلها في بعضها. احب اقول لك ان في لعبه ممكن تتعمل من اتحاد الكوره وخاصه استاذ وليد العطار عشان يأيد لعيبه نادي الزمالك، ودي لو حصلت دي طبعا كارثه. دي لو بجد حصلت هتبقى كارثه في حق الرياضه المصريه. امبارح قناه نادي الزمالك طالعه عماله بتهاجم في المنظومه كلها، ورئيس نادي الزمالك طلع اول امبارح هدد اتحاد الكوره وقال لهم لو انا ما ايدتش اللعيبه هوقف النشاط الرياضي في مصر، وطلعت اتكلمت عن الخبر ده قبل كده. فازاي وليد العطار بعد ما نادي الزمالك قال ان هو وفر 5 مليون ولا 6 مليون عاوز يدفعهم مقدم جدولة عشان يأيد الثلاث لعيبه بتوعه، ازاي وليد العطار يقول لرئيس نادي الزمالك او يقول لنادي الزمالك ان مفيش حد النهارده في اتحاد الكوره يوم الجمعه، ان شاء الله التواجد هيكون يوم السبت، ان انتوا تقدروا تبعتوا الوفد بتاعكم يوم السبت وتأيدوا اللعيبه. ده اللي هو ازاي؟ هو مش يا جماعه اخر القيد بيبقى يوم 31 في شهر يناير؟ ده القيد بيتقفل؟ مش المفروض السيستم ده بيتقفل من الفيفا؟ يعني القفل ده بيجي من الفيفا على الكل. فانا عايز افهم ايه اللي حصل وايه اللي دار. ما هو عشان تأيد اللعيبه بعد ما القيد يتقفل، لا النشاط عندك يتقفل، اتحاد الكره يتحل من قبل الفيفا، انما عشان تأيد دلوقتي بقلب جامد وما يحصلش حاجه يبقى انت بقى كنت مأيد اللعيبه دي. في فرق يا جماعه بين التسجيل والتأييد. انا بسجل اللعيبه على السيستم، ممكن نادي الزمالك يسجلهم على السيستم عادي، بس انا كاتحاد الكوره اقبل التسجيل ده وايد بقى، واخلي العلامه من العلامه الصفراء للخضراء بتاعه التأييد، دي بتبقى من اتحاد الكوره. لما طبعا المديونيه بتندفع او بيندفع مقدم جدوله، طبعا مقدم الجدوله ده بيروح بيه شيك بتروح بيه للخزنه، والخزنه بتديك شيك، والشيك ده بتروح بيه لاتحاد الكوره، عن طريق الشيك ده تسجل ان انت دفعت. دلوقتي نادي الزمالك ما دفعش، نادي الزمالك ما دفعش وما عملش اي حاجه. كل اللي اتعمل ان اتحاد الكره طلع ببيان قال لك خلاص القيد اتقفل، ونادي الزمالك هو النادي الوحيد اللي في مصر لعبته مش هتتأيد وما اتأيدتش. واحنا عارفين ما معنى التسجيل وعارفين ما معنى القيد، يعني الجزئيه دي احنا عارفينها، لان نادي الزمالك او قناه نادي الزمالك جابت سكرين شوت للاعيبه نادي الزمالك وهي محطوطه في القايمه مع نادي الزمالك من موقع ترانسفير. لا يا جماعه، ده التسجيل حاجه والتأييد حاجه. ممكن اي حد يسجل لعيبته ويرفعها على السيستم، ولكن اتحاد الكره هو اللي بيقبل. في علامه صفراء وعلامه خضراء. الصفراء دي يعني انت مسجل لسه ما فيش اي قبول، عشان اتحاد الكره يقبلك ويأيد اللعيبه بتاعتك ويخلي لك العلامه من الصفراء للخضراء، حضرتك بتروح الخزنه تدفع مقدم جدوله او المديونيه وبتاخد بيه وصل او شيك بتروح بيه اتحاد الكره، عن طريقه بيبدا بقى يأيد لك. طب دلوقتي القيد اتقفل والسيستم اتقفل من الفيفا، فعشان دلوقتي يتأيدهم هو مش تلاعب. يبقى اللعيبه دي كانت متأيده قبل القيد ما يتقفل، ودي بقى حدوته حصلت وفيلم حصل ملوش اي 30 لازمه، وده هتبقى فضيحه وعار على الكره المصريه. واتحاد الكره كان واخد خطوه ايجابيه، قال لك انا كل ما عنديش خيار ولا فقوس، زمالك زي مركز الشباب، في انديه صغيره ما بتقدرش الجدول بنوقف عنها القيد، فقال لك نادي الزمالك مش احسن منهم. تعال نروح برضه لحاجه جميله جدا يا جماعه. مرتضى منصور طلع قال لك انا بعتذر لكابتن ابراهيم فايق، اصل الفيديو اللي انا شفت العنوان مكتوب فيه ان ابراهيم فايق روق مرتضى منصور، ولكن اكتشفت بعد كده ان الكلام اللي داخل الفيديو مش زي عنوان الفيديو، والفيديو قديم. طب يا باشا، هو اي حد يديك اي فيديو مكتوب عليه اي عنوان تقوم تشتم الناس من غير ما تبص فيه؟ يعني دي في حد ذاته يا جماعه، يعني مرتضى منصور بيدين نفسه. انت كده اثبتت ان انت هاجمت الناس بدون اي وجه حق، وكل الناس اللي انت هاجمتها قبل كده بتثبت لكل الدنيا ان انت اتسرحت وان انت برضو كنت بتهاجمهم على خطأ.
زي كده فتوح وعبد الله جمعه، ما طلعت قلت عليهم ان هم بياخدوا حشيش ومنشطات، وقلت عليهم ان هم بتوع نسوان، ورجعت في الاخر بعد ما فضحتهم وبهدلت الدنيا ووقعت النادي، ودي كانت بدايه وقوع النادي، طلعت قلت بعد كده اصلا انا جاني المعلومه غلط. دلوقتي بنفس طريقه فتوح وعبد الله جمعه بتقول اصلا انا شفت الفيديو غلط. ازاي انت بتحكم على فيديو من عنوانه؟ ازاي رئيس نادي يطلع يشتم اصلا في الناس وهو عارف ان الناس هترد عليه؟ ما هو انت لما تقل من الناس وتشتمهم وتهنهم، الناس برضه هتقابل الاهانه باهانه، وانت كده اتهنت كممثل لنادي الزمالك، كده انت هنت نادي الزمالك. تعال بقى نروح لحاجه كمان. رئيس نادي الزمالك طالع بيقول لك الاهلي مش من حقه يشارك في كاس العالم للانديه لان هو وصيف دوري الابطال، ومش من حقه اصلا ان هو يروح دوري الابطال النسخه دي لان هو اصلا في المركز الثالث. طيب اول حاجه، انت كزمالك دلوقتي بتلعب في الدوري المصري، ناقص لك ماتش وهتحدد مركزك يا الرابع يا الخامس، انت والمقاولين. يعني انت دلوقتي انت والمقاولين بتتنافسوا على الرابع والخامس. تخيل انت كده دخلت المركز الرابع، وبعد كده اللائحه خلاص قالت لك احنا هناخد اللي هم فنشوا الدوري في الدور الاول هم اللي هيشاركوا في البطوله الافريقيه والقاريه، لان اصلا من رابع المستحيلات الدوري يخلص اصلا في شهر 6. انت مثلا رحت الكونفدراليه والدوري خلص في نهايه الموسم وانت طلعت في المركز الخامس ولا السادس، هل انت مش هتروح تشارك في الكونفدراليه وهتقول لا اصل حرام هدخل اللي كان في المركز الرابع مكان مني؟ دي استحاله. احنا بنحلل اللي احنا عايزينه وبنحرم اللي احنا عايزينه. وبعدين يا عم احنا مالنا الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه، بيلعب في دوري الابطال، احنا خلينا في نفسنا. خلينا ازاي نبقى رجاله ونعدي من دور المجموعات. مش هقول لك ناخد بطوله دوري الابطال، لا انا نفسي وانا عايش كده اشوف نادي الزمالك بيعدي بقى من دور المجموعات. ده بقى حلمنا دلوقتي اللي بنطالب بيه الزمالك، ان احنا نشوف دلوقتي الزمالك بيعدي من دور المجموعات، مش نبقى زي الاهلي، لان من رابع المستحيلات تبقى زي الاهلي. تعال نروح لكهربا. سبحان الله يا جماعه، نادي الزمالك من شهر تقريبا كان عاوز يوقف كهربا ويمنع كهربا من القيد واللعب. سبحان الله، تبدل الاحوال ونادي الزمالك هو اللي اتقفل عنه القيد وصفقاته ما تلعبش وكهربا بيلعب في كاس العالم. تخيلوا يا جماعه، ربنا ما بيرضاش بالظلم، وده بسبب ان احنا مش مركزين مع النادي بتاعنا. يعني انا لسه بقول لك رئيس النادي طالع قايل كلام كبير على قناه نادي الزمالك، وطلعنا بره الكوره. عشان احنا مش فاهمين لوائح وقوانين صح زي الاهلي. بصراحه خلينا نكون متفقين، احنا قلنا 100,000 مره كهربا هيلعب، واعلام الزمالك وقناه نادي الزمالك يطلعوا يقول لك لا مش هيلعب، وانا بقول لكم مش هيلعب، لحد ما اتصدمنا كلنا. فانا دلوقتي بقول لك ربنا بينصف كهربا علينا. احنا كنا بنتمنى وقوف كهربا وان هو ما يلعبش ويقعد في بيته، احنا دلوقتي اللي ما بنلعبش. عن الصفقات بتاعتنا هي اللي قعدت في بيوتها ما بتلعبش ومش عارفين نأيدها، وهي الموقوفه، وانا كزمالك موقوف عن القيد. شوف بقى الحل. سبحان الله، انت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يريد. كهربا يا جماعه اتظلم، عشان كده ربنا واقف جنبه. ربنا اللي واقف جنب كهربا، مش اشخاص. محدش بيعمل لكهربا الا ربنا. عشان كده شفنا كهربا متألق مع الاهلي. هو ده لاعب يا جماعه راجع من 6 شهور ايقاف يتألق كده قدام سموحه، ويتألق قدام الزمالك في الدوري، ويتألق في كاس العالم، 3 ماتشات في 3 بطولات مختلفه. الواد بيبدع يا جماعه، سبحان الله. طبعا يا جماعه لو وصلت لنهايه حلقتي اتمنى في النهايه نعمل لايك وشير للفيديو، واستنوا في حلقه جديده. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.